انا اعيش من غير اكل؟ استحاله طبعا. الاكل يعتبر من اهم وامتع الحاجات اللي في حياتنا، ودي حقيقه صعب ان حد يختلف عليها. هل تخيلت في مره الاكل اللي انت بتحبه هيكون عامل ازاي من غير توابل؟ الا صحيح، هو مين اللي اكتشف التوابل لاول مره؟ وهي اصلا التوابل بتتزرع فين؟ التوابل ما كانتش حاجه بتستخدم للاكل وبس، التوابل كانت حاجه مهمه واساسيه في ديانات وثقافات بلاد كتيره. ومش بس كده، ده كان ليها ادوار تاريخيه ما بين البلاد وبعضها. طب وليه اول ما بنجيب سيره التوابل بنفتكر الهند على طول؟ الهند مساحتها كبيره، وده اللي خلى ان كل منطقه درجه حراره مختلفه. يعني هتلاقي حر في الشمال وبرد في الجنوب، والاختلاف ده كان بيساعد على انواع كتيره من التوابل. واصلا اسم بهارات جاي من اسم الهند نفسها، بهارات، وده الاسم الحقيقي للهند بس بالهندي. سمعت قبل كده عن شخص اسمه كولومبوس؟ ايوه هو ده الشخص اللي اكتشف القارات زمان. كولومبوس لما اكتشف امريكا الشماليه كان في الاصل رايح عشان يدور على التوابل، كان رايح الهند عادي علشان يشوف حوار تجاره التوابل ما بين البلاد وبعضها، وبالغلط نزل امريكا الشماليه ولقى السكان اللي هناك هم الهنود الحمر، وقال بس كده هي دي الهند اللي انا بدور عليها. وبقت التوابل سبب في اكتشاف قاره جديده من قارات العالم. واغلب التوابل بتتزرع في المناطق الحاره زي اسيا والبلاد العربيه، الا نوع واحد بس اللي بيتزرع في البلاد البارده وهو الفانيليا. وايه علاقه التاريخ والدول والحاجات دي كلها بالتوابل؟ من كتر ما التوابل كانت مهمه في التاريخ كانت سبب في تغيير مجتمعات وشعوب كامله، ده غير انها كانت بتاثر على اقتصاد الدول. الدول البارده زي اوروبا وامريكا مش بيتزرع فيها توابل، وعلشان كده كانت بتحارب وتستعمر دول تانية من دول البلاد الحاره علشان بس التوابل. ده حتى في حرب قامت بسبب الفلفل الاسود، وحصلت حادثه مشهوره جدا سنه 408 ميلاديا، وهي ان في قبائل اسمها قبائل الجيرمان حصرت روما وسيطرت عليها، وعلشان يسيبوهم ويمشوا كان عندهم شويه طلبات، بس ادفع علشان تعدي. وطلباتهم كانت ذهب وفضه وفلفل اسود. ايوه هي دي كانت طلباتهم. دول كانوا طالبين 300 رطل من الفلفل الاسود، لان التوابل كانت قيمتها بتيجي زمان بعد الذهب والفضه، وده خلى الناس تتعامل معاها على انها كنز. وكل دوله بتحارب علشان يكون عندها الكنز الغالي ده، زي ما كانوا بيحاربوا على الذهب والفضه بالظبط. وبس يا سيدي، ودي القصه كلها. وعلشان تعرف معلومات اكتر اعمل لايك وشير وسبسكرايب.